اوقات كتير من كتر وتيره الشكوى والاحداث كتير المتلاحقه كده اللي بتخلينا كلنا تحت ضغط، وطول الوقت الحوارات ما بيننا قايمه على شكوى من تفاصيل كتير جدا. بنحكي حاجات دايما فيها مشاكل نفسيه او اضطرابات بنحس بيها، او الحاجات الناقصه واللي محتاجينها في حياتنا ونفسنا انها تحصل. ساعات كتير وسط زحمه المشهد ده بننسى حاجه مهمه جدا، بننسى اننا نشكر ربنا على المتاح اللي هو كتير قوي لازم نفكر بعض بيه. نشكر ربنا اننا في ظل كل الظروف الصعبه قادرين نكمل ونستمر، حتى لو الاستمرار ده فيه شيء من الضيق والزعل، بس برضه مجرد المحاولات المستمره واننا كل يوم بننام بالليل واحنا عندنا يوم كده عدى بستر وصحه وسلام، ده في حد ذاته شيء يستحق الشكر. نشكر ربنا على الادراك والوعي، واننا عندنا افكار بنعرف نعبر بيها عن اللي عايزين نقوله. نشكر ربنا على الصحاب الكويسين في حياتنا، على الاهل اللي بيشكلوا ستر وغطا، على الصحه اللي مخليانا قادرين نشتغل وننتج ونطلع السلم ونعمل مهام كتير جدا لحد دلوقتي بنعملها لوحدنا من غير ما نكون محتاجين حد معانا. اوقات كتير فعلا بنعتاد النعم وبنفتكر ان اليوم اللي فيه تفاصيل كتير جدا مرت بستر وسلام انه ده شيء عادي، ونفضل نفكر في كميه الحاجات اللي ناقصه. فكره اننا قادرين نستمر في ظل ظروف صعبه وفي ظل اجواء مضطربه كده الكل فيها بيشتكي، دي في حد ذاتها نعمه كبيره لازم نشكر ربنا عليها. وربنا وعدنا ان احنا لو شكرناه هيزيدنا من النعم.